وفاة أستاذة بمدينة الفود متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها على يد طالبها. ابقوا معايا المزيد من التفاصيل حول الواقعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتابعين الكرام، مرحبا بكم معايا في القناة وفيديو جديد. فارقت أستاذة اللغة الفرنسية التي كانت تشتغل بأحد معاهد التكوين المهني بمدينة الفود الحياة صباح اليوم الأحد متأثرة بجروح بالغة أصيبت بها عقب تعرضها لاعتداء جسدي خطير في الشارع العام نفذه أحد طلبتها البالغ من العمر 21 سنة باستخدام أداة حادة. وكانت الأستاذة قد نقلت في حالة حرجة إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس يوم 27 مارس الماضي لتخضع للعلاج والمراقبة الطبية قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة اليوم نتيجة المضاعفات الخطيرة التي لحقت بها جراء هذا الاعتداء على يد طالبها. وخلفت هذه الجريمة البشعة صدمة قوية في صفوف الأسرة التربوية والرأي العام محليا ووطنيا وسط موجة من الاستنكار الواسع والغضب الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المواطنين والنشطاء عن حزنهم العميق وتضامنهم مع أسرة الضحية، مطالبين بالضرب بيد من حديد على الجاني حتى يكون عبرة للآخرين. ويشار إلى أنه قد تم تداول فيديو هذه الأستاذة وهي تتعرض للاعتداء على يد طالبها منذ حوالي أسبوعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشيء الذي خلف استنكار واسع لدى المغاربة وخصوصا الأسرة التربوية. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا إلى عائلة الفقيدة.